الجزء ال11 نخلي حديقة بيتنا أحلى حديقة في العالم. هلا والله، اليوم يوم البذور، حعبيها هذه بذور حسب الفاكهة وحسب الأشياء اللي أنا اشتريتها. بس زي ما أنتم شايفين المدخل مو عاجبني، صح إني حاطينها نبتتين ما أدري شو اسمها، مصيرها تكبر وتصير عندها ورود، بس لا أبغى فخامة. حط موزة هنا وشجرة موز هنا كبيرة، يكون المدخل مرة أسطوري. المشتل هذا عنده شجرة موز، أنا متفق مع الرجال من أول، إن شاء الله نبغى. السلام عليكم، وريتني أول واحدة هناك. إيش ما في بيع اليوم ولا إيه؟ لا بيو. طب اديني موز. موز؟ ايوه هذا شجره موز. هذا كبير، موز حقيقي. موز حقيقي. اليوم انا اخذتكم وين؟ مدغشقر. مدغشقر؟ ليه مدغشقر؟ وين مدغشقر هذه؟ حسوي تحدي بين الموز المصري والموز اليمني، اخذتهم الاثنين، خلينا نشوف مين اللي حيكون مضبوط معانا. الحين عندنا تحدي، الشجره مره كبيره، هل حتدخل جوا الجيجي ولا لا؟ هذا التحدي الكبير اللي حنواجهه اليوم. كل يوم مويه؟ لا موز ما يبغى مويه كل يوم. كيف زراعته هو؟ زراعته بيحب المويه. والله انا احترت، واحد يقول لي الموز كل يوم يشرب مويه، واحد يقول لي لا، ما انا عارف. قدام هنا تحت ولا فوق؟ هذا الموز اليمني حسميه مقلقل، وهذا الموز المصري حسميه طعميه، طعميه ومقلقل يا قلبي. والله هذه شكلها ماتت. انا غلطت غلطه مره كبيره في النقل، ما كنت عارف، كنت غشيم لما فرغتها من الحوض وحطيتها بدون تربتها اللي كان في الحوض، وهذا غلط مره كبير. المفروض يقول لك ما تعرض للهواء، فكها بترابه وتغرسها. جاهزه طعميه. جغمه الحياه اليوم على طريقه العمال. لطيف. جغمه الحياه. طبعا مقلقل له طريقه، ما ينفع، ما حقدر افكه كذا من جذوره. أشهد. صدق الحق. وصلوا 70,000 لايك، وصلوا لكم بكره الجزء ال12.